بالباور كابس، وده بيحتوي على مادتين بس، السودوفيدرين، ودي واحدة من المواد المزيلة للاحتقان واللي بتستخدم للتخفيف من انسداد الأنف واحتقان الأنف الناتج عن انتفاخ الأوعية الدموية اللي موجودة في الجيوب الأنفية. تاني حاجة وهي مادة الإيبوبروفين، ودي مادة من المواد المضادة للالتهاب والمسكنة لآلام الجسم. طيب يا دكتور، إيه هي دواعي استعمال الباور كابس؟ بنستخدمه طبعا لتخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، كمان بنستخدمه لتسكين الألم وتخفيف من آلام الجسم، كمان بنوصفه في حالات الصداع، وبرضه بيستخدم كخافض للحرارة، وكمان بنستخدمه لعلاج انسداد الأنف واحتقان الجيوب الأنفية. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية بتاعته؟ أو إيه هي أضراره؟ طبعا ممكن يسبب بعض الأعراض الجانبية زي اضطرابات في الجهاز الهضمي، زي الغثيان، انتفاخ، غازات، فقدان الشهية، وهكذا. كمان عدم انتظام ضربات القلب. كمان ممكن يسبب ظهور طفح جلدي وحكة، ولكن ده في حالة وجود حساسية منه. كمان ممكن يسبب الشعور بالقلق والعصبية والدوخة، وفي بعض الحالات ممكن يسبب مشاكل في النوم، وبرضه ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم مع وجود طنين في الأذن. خلينا بقى نعرف إيه هي موانع استعماله، أو مين الناس اللي ما ينفعش تاخد الباور كابس. طبعا ممنوع استعماله للأطفال أقل من 12 سنة، وبرضه لا يستخدم في حالة وجود حساسية منه، وكمان ممنوع للناس اللي بتعاني من تقرحات معوية نشطة أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وبرضه لا ينصح باستخدامه أثناء فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية، وكمان ممنوع لمرضى القلب. طيب يا دكتور، لو أنا هاخد الباور كابس أستعمله إزاي؟ الجرعة بتكون من كبسولة لكبسولتين 3 مرات يوميا بعد الأكل. طيب يا دكتور، هل الباور كابس ليه بدايل بنفس المواد الفعالة؟ أيوه طبعا، زي البروفين كولد، الدولو دي، والفاركس.